هلا الحركة بتشوف المجتمع العلوي مجتمع أصيل من الشعوب الأصيلة والمؤسسة للحضارات بالشرق الأوسط. مجتمع مسلوب الإرادة ومضطهد ومصادر الرأي سياسيا عبر عقود طويلة. شهدت الحركة الإبراهيمية مؤخرا مؤتمر. ما الذي أراد هذا المؤتمر قوله للمنطقة؟ وهل كان إعلان نوايا أم إعلان مرحلة جديدة؟ هلا المؤتمر كان بشكل رسمي انه هو اعلان انطلاق الموقع الرسمي للحركه وكيف العالم تقدر تنضم. كيف واحد ممكن يكون جزء من المجتمع الابراهيمي العالمي. ولكن هو بالحقيقه وبالجوهر هو راح يكون بشكل دائم ومتكرر ان شاء الله، على الاقل شهريا، ممكن يكون اقل من هيك، حتى ممكن تصير مؤتمرات باللغه العربيه قريبا، مشان يكون الجميع قادر على النقاش بشكل علني. المؤتمر أعطى فرصة لأصوات غير مسموعة دوليا لحتى يكون لها صوت وتكون مؤثرة بالساحة الدولية. مجتمعات مهمشة إن كان بالشرق الأوسط أو بإفريقيا أو حول العالم تعاني ما تعانيه من اضطهاد وأزمات، ولا تأخذ التغطية الإعلامية الكافية دوليا. فالحركة الإبراهيمية بالمؤتمرات الشهرية رح تعطي فرصة لكل هالمجتمعات تاخذ حقها ويوصل صوتها دوليا. مع تعيين مبعوثين للعلويين في سوريا وتركيا، كيف تنظر الحركة إلى المجتمع العلوي كأقلية دينية أو كمجتمع تاريخي وثقافي يتجاوز الحدود السياسية؟ هلا الحركة بتشوف المجتمع العلوي مجتمع أصيل من الشعوب الأصيلة والمؤسسة للحضارات بالشرق الأوسط. مجتمع مسلوب الإرادة ومضطهد ومصادر الرأي سياسيا عبر عقود طويلة. فتنظر له كشريك، شريك محتمل فينا نقول، لأنه نحن اليوم لسه ما وصلنا لمجتمع علوي واحد موحد للأسف، يعني عم نسعى للوصول إليه. تنظر له كشريك محتمل ولاعب أساسي في المنطقة في حال كان المجتمع العلوي مستعد لأخذ دوره الطبيعي والتاريخي بالمنطقة. يعني السؤال الأدق، يتجاوز الحدود السياسية؟ طبعا نحن عم نحكي على كتلة علوية من عشرات الملايين بأكثر من 20 دولة حول العالم. فطبعا بمختلف تسمياتهم ومدارسهم الفقهية. فهن مجتمع ضخم جدا اقتصاديا، لديهم فرص تنموية هائلة، بشريا قوة بشرية كبيرة، حتى علميا وثقافيا هم من النخب في دولهم. فلما نحن عم ننظر إلى هاي الكتلة البشرية اليوم بنظرة هوية واحدة، فنحن عم ننظر لكتلة مؤثرة وقد تكون رقم صعب في المستقبل في حال نجحت بإيجاد هويتها الواحدة. ما الذي جعل هذا التوقيت مناسبا لانفتاح الحركة الإبراهيمية على المجتمعات العلوية في سوريا وتركيا؟ هلا نحن مشان نكون واضحين، يعني ما في شيء مخبى، نحن اليوم عايشين صراع بالشرق الاوسط بين مشروع اسلام سياسي تقوده تركيا ومشروع الابراهيمي اللي تقوده يعني بشكل واضح مجموعه من الدول التي تسمى دول الاعتدال العربي، وخلفها دول عظمى مثل امريكا، مثل بعض الدول الأوروبية مثل الهند، مثل الصين، حتى روسيا، كلهم داخل وداعم للمشروع بشكل أو بآخر. وبالطرف الآخر كمان الإسلام السياسي مدعوم، إن كان الطرفين السني أو الشيعي، مدعوم بريطانيا في هذا الصراع. فنحن اليوم لما عم يدخل المشروع الإبراهيمي إلى دول مثل سوريا وتركيا وحتى العراق وإيران ولبنان، فهو نداء أن الباب مفتوح للجميع. المعتدلين في كل المجتمعات هم أكثرية صامتة، يحتاجون إلى سند لكي يصل صوتهم ولكي يكونوا لاعب مؤثر داخل مجتمعاتهم لإظهار حقيقة هذه المجتمعات. لأنه نحن نؤمن أن كل مجتمعات الشرق الأوسط بحقيقتها وبطبيعتها الإنسانية هي مجتمعات معتدلة، والراديكاليين هم أقلية ولكن صوتهم مرتفع. فمهمتنا نحن دائما نحاول نواجه الأصوات المرتفعة ونحجمها.
لماذا وقع الاختيار على مجد جبالي لهذه المهمة تحديداً؟ هلا صراحة الموضوع يعود لهم، يعني هم ممكن يجاوبوا أكثر عليه، بس مجد ما راح يكون يعني موجود بهالمكان إلا لخدمة أهله، لحتى يكون صوت ممكن يلعب دور جسر بين القيادات الإبراهيمية وبين المجتمع العلوي اللي عنده شوي مشكلة تمثيل اليوم. فقد يكون يعني بداية لحتى نفتح طريق أمام قيادات علوية عديدة قد تلعب دورا أكبر مستقبلا. ما الذي يمكن أن تقدمه الحركة الإبراهيمية للعلويين في هذه المرحلة التي تتقاطع فيها أسئلة الهوية والتمثيل والمستقبل؟ هلا الحركة الإبراهيمية اليوم ممكن تلعب دور سياسي، دور إعلامي، دور وصل، زائد دور اقتصادي مهم. اليوم مثل ما الكل بيعرف المجتمع العلوي أحد أهم وأكبر مشاكله هي المشكلة الاقتصادية المجتمع داخل سوريا تحديدا، وحتى النازحين بلبنان. فقد نكون قادرين على تقديم حلول اقتصادية، مشاريع مشتركة، وهذا يحتاج جهد مشترك من الحركة الإبراهيمية ومن رجال الأعمال العلويين، والباب مفتوح يعني، وإن شاء الله ممكن نسمع أخبار حلوة قريبا. قد يكون الباب السياسي أيضا قابل للتطور. إيجاد بقعة ثابتة للعلويين تغير الصورة النمطية اللي مأخوذة عننا حول العالم، اللي هي غير حقيقية بالواقع. يعني نحن اليوم إذا بننزل على الساحل السوري بنسأل العلويين بالشارع، ممكن المجتمع الدولي يتفاجأ بآراء العلويين، لأنه نحن صوتنا لا يصل إليهم يعني للأسف. فهي البوابة رح تكون يعني مهمة جدا لحتى نغير الصورة النمطية ونوجد مكان بخريطة العالم السياسي واللاهوتي يكون ممثل حقيقي للعلويين.